استاذ ابراهيم هلهول. اهلا وسهلا بك استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم السلام عليكم. معاك محمد سعد مركز حضور القناه من بورسعيد. يبقى ده من تداخل التليفونات بس مفيش مشكله. هناخد اي تليفون الاول بقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا معايا في محمد سعد. انا ومحمد سعد واحد، فحضرتك تاخد لا اتفضل. نأجل محمد سعد وتتفضل معانا استاذ ابراهيم. ربنا يخليك يا فندم. عشان ده من بعيد. المسافه برضه بورسعيد اقرب شويه. اتفضل استاذ ابراهيم. ربنا يخليك. بسلم على حضرتك طبعا، وبسلم على الحاج ابراهيم متولي. الله يخليك. والكابتن حسام غبيبه. الله يخليك. طبعا نجم من نجوم النادي المصري. الله يبارك فيك. سعيد جدا ان انا معاكم النهارده من انجلترا. انا ليا حب خاص للحاج سيد متولي الله يرحمه. نعم. كان ليا موقف معاه، يعني الله يرحمه كده، كان موقف جميل جدا جدا جدا. كنت قلت له على لعيب كوره هنا عندنا في انجلترا. نعم. وقال لي بسرعه هات الراجل دوت. الراجل ده كان فعلا بيحب النادي المصري بحب، يعني انا شفته في اجازاتي في ما كنت بنزل وكده وبقابله. الراجل دوت علمنا حاجات كتيره جدا الله يرحمه. علمنا الاخلاص، علمنا الحب، علمنا الوفاء، علمنا اللي احنا عمرنا ما ننزل راسنا تحت ابدا ولا نطير راسنا ابدا. نعم. ان احنا بورسعيديه زرع فينا حب عالي قوي لبلدنا ولنادينا النادي المصري. فاحنا كاجيال من سنين عمرنا ما هننسى الراجل دوت. الراجل دوت فعلا رمز لكل بورسعيدي مخلص، لكل مصر مخلص كمان. يعني احنا برضه مش عايزين نقول بورسعيد بس صح. خالد، لا احنا عايزين نقول لكل رمز واحد مصري محترم بيحب بلده. سيد متولي هو الرمز، احنا حاطينه قدامنا رمز. نعم. وانا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده. احنا سعداء بمداخلتك استاذ ابراهيم جدا النهارده اللي انتوا طالعين بحلقه عاليه قوي قوي. اشكرك. المشاهده في اوروبا عاليه جدا للبرنامج بتاع حضرتك يا استاذ خالد. اشكرك يا استاذ ابراهيم. والله وانت يعني والناس يعني ارسالنا تمام عندكم ولا ايه الاخبار؟ يا فندم؟ ارسال القناه بتاعتنا تمام عندكم ولا ايه الاخبار؟ بسم الله ما شاء الله. المحروسه كلها والله يعني احنا بتيجي عاليه قوي، ونسبه مشاهده طبعا في اوروبا. كلنا كبورسعيديه طبعا بنتابع تلفزيون القناه، لان بتجيب لنا حاجات عاليه وبتحسسونا ان احنا جوه بلدنا بورسعيد. وانا بشكرك استاذ ابراهيم على المداخله الجميله دي. بشكرك استاذ ابراهيم على المداخله الجميله دي، وتحياتنا لكل الناس اللي بتتابعنا دلوقتي سواء في انجلترا او في العالم كله. بنشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا.